هل تبحثون عن الحقيقة خلف التوقعات التي هزت أركان العالم وجعلت الجميع يحبس أنفاسه بانتظار القادم؟ اليوم نكشف لكم الستار عن نبوءات الرجل الذي لم يخطئ في تشخيص كبرى أحداث عصرنا، من الجائحة التي أغلقت الكوكب إلى تتويج الأرجنتين المثير، والآن يوجه بوصلته نحو المغرب في تحذير صامت قد يغير خارطة كرة القدم العالمية للأبد في مونديال 2026. إذا كنتم من عشاق القصص التي تمزج بين الغموض والواقع المذهل، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد وحصري. أهلا ومرحبا بكم جميعا في قناتنا. نعود إليكم اليوم بموضوع استثنائي يجمع بين غرابة التنبؤ وحقائق التاريخ الرياضي. نحن نتحدث عن البرازيلي آثو سالومي الذي ولد عام 1986 والذي اشتهر بلقب نوستراداموس الحي نظرا لدقة رؤيته التي لا تصدق. بدأت شهرة سالومي تتجاوز الحدود عندما حذر من اضطرابات بيولوجية. حذر من اضطرابات بيولوجية قبل ظهور فيروس كورونا بفترة طويلة. ومع مطلع عام 2020 أصبح العالم شاهدا على صحة كلامه. تنبأ بنزاع في شرق أوروبا، وتوقع رحيل الملكة إليزابيث الثانية وتغيير مصير منصة تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليها. أما في عالم الساحرة المستديرة، فقد كان التوقع الأكثر صدمة هو ما يخص مونديال قطر، حيث أعلن أن النهائي سيجمع بين الأرجنتين وفرنسا. اليوم يوجه آثو سالومي أنظاره نحو مونديال 2026 متحدثا عن رمز يشير مباشرة نحو الجنوب. ورغم التوقعات للبرازيل وفرنسا، إلا أن نوستراداموس الحي يرى شيئا يتجاهله الجميع. يتحدث سالومي عن قوة صاعده من جنوب البحر المتوسط تحمل تاريخا عريقا وإرادة حديدية. هذه الإشارات تقودنا مباشرة إلى أسود الأطلس، المنتخب المغربي. يشير التنبؤ إلى أن الفريق الذي سيكسر مثلث القوى التقليدي هو الفريق الذي لا ينتظره أحد. هذه الكلمات أثارت عاصفة من التساؤلات حول قدرة المنتخب المغربي على تكرار الإنجاز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القادمة. هناك مؤشرات واقعية تدعم هذا الطرح، فالمنتخب المغربي يمتلك تشكيلة ذهبية من المحترفين بقيادة نجوم مثل أشرف حكيمي وبراهيم دياز. يضاف إلى ذلك أن المغرب سيستضيف مونديال 2030، وغالبا ما تسبق الاستضافة طفرة كروية كبرى لإثبات الجدارة على أرض الملعب. التخطيط السليم يجعل من هذه التوقعات أمرا قابلا للتحقق. الفريق الذي وصل إلى المربع الذهبي في قطر لم يعد مجرد ضيف شرف، بل أصبح منافسا حقيقيا. في نهاية المطاف، تبقى هذه التوقعات مادة دسمة للنقاش. هل تعتقدون أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق المعجزة ورفع كأس العالم في صيف 2026؟ شاركونا حماسكم في التعليقات واكتبوا إن شاء الله لنرى حجم الدعم لمنتخبنا العربي. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى لمنتخب المغرب كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.